ماي سويتيز، اهلا بيكم بقناتي. فيديو اليوم راح يكون مكياج مستوحى من الملكة أحلام. طبعا يوم الجمعة بعرب ايدل ظهرت أحلام بلوك كلش عجبني، مكياجها كان كلش جريء، وطبعا خبيرة التجميل رسمت العيون بقط كريس، وكان التركيز كله على شفايف، كان لون الشفايف لون أزرق، وحددت الشفايف بلون أسود، وحطت الشامة فوق الشفايف. طبعا هذا اللوك كلش عجبني وحبيت اطبقه اليوم واشوفكم شلون تحصلون على هذا اللوك. فاذا حابين تعرفون شلون تحصلون على لوك احلام فتابعوا الفيديو للاخير، ويلا خلونا نبدأ. وراح ابدي البرايمر اللي دا استخدمه هو من ماك واللي اسمه سوفت اوكي. خلي المكياج يبقى فترة طويلة ويبرز لي المكياج بشكل اوضح. وهسه راح انتقل للاي شادو. راح استخدم بي اتش كوزمتكس باليت، وراح اخذ هذا اللون وراح اخليه على الجفن الثابت بفرشة الدمج، وراح ادمجه بهذا الشكل. وفرشة مسطحة راح اخذ هذا اللون الابيض من نفس الباليت وراح اخليه تحت الحاجب للاضاءة. وبعدها راح اخذ فرشة دمج وراح ادمج اللونين سوية. هسه راح اخذ فرشة دمج صغيرة وراح اخذ اللون الاسود من نفس البلط ايضا، وراح اخليه على كسرة العين. وفرشة مسطحة راح اخذ كونسيلر او برايمر وراح ازيل كل الاي شادو اللي موجود على الجفن. وفرشة مسطحة راح اخذ هذا اللون الاي شادو الابيض من فلورمار وراح اخليه على الجفن المتحرك بطريقة الطبطبة. دا اسوي طريقة الطبطبة حتى ينطيني نتيجة ولون افضل. وبعدها راح انتقل لكحل داخل العين، فراح استخدم من اسيدورا لون بيجي. وهسه راح ارسم الايلاينر، فراح ابدي من بداية العين وبعدها راح اجر وينج ايلاينر. الايلاينر مسحوب على دمعة العين بهذا الشكل. وبعدها راح اخلي اللون الابيض ايضا على دمعة العين، وراح اخذ لون بيجي نفسه اللي استخدمته على الجفن الثابت وراح اخليه تحت الرموش السفلية. وبالنسبة للمسكرة راح استخدم من ميبيلين وراح اخليها على رموشي العليا والسفلية. وراح اخلي الرموش الاصطناعية الصمغة اللي دا استخدمه من ديو. طبعا راح اخلي رموش خلف الكاميرا. وهنا أنا رجعت اخذت نفس المسكرة اللي استخدمتها وخليت مسكرة الجفن السفلي. فاني حبيت اثخن الرموش بالمسكرة مرة ثانية. استخدم هذول اللونين من كونتور كيت لانستازيا بيفرلي هيلز وراح اخليها ايضا كبلاش. وبالنسبة للهايلايتر فراح استخدم هايلايتر من ذا بالم. طبعا هذا الهايلايتر هو المفضل الي ودائما استخدمه. طبعا مثل ما تعرفون اللوك اللي طلعت بيه احلام اطراف الشفايف محددتها بكحل لونه اسود، ومن الداخل كانت الحمرة لونها ازرق. فاخذت هاي الكحلة اللي جاية على كريمي حتى تسهل عندي تحديد الشفة. وبعدها اخذت هذا التحديد الازرق. حتى افتح اللون بعد اكثر اخذت اي شادو لونه ازرق ومن نفس بي اتش كوزمتكس.
وحتى أكمل هذا اللوك خليت شامة فوق الشفايف لونها أسود، وبهذا أكون انتهيت من اللوك المستوحى من مكياج أحلام. ولهنا أنا أكون طبقت هذا اللوك. أتمنى يكون عجبكم هذا المكياج، فإذا حبيتوا لا تنسون تسوون لايك وتنشرون هذا الفيديو حتى الكل يشوف المكياج المستوحى من إطلالة أحلام بعرب آيدل. وأكيد لا تنسون تشتركون بقناتي حتى يصلكم كل فيديو جديد أنزله، ولا تنسون تضغطون على الجرس اللي بجانب زر الاشتراك حتى يصلكم إشعار كل ما أنزل فيديو جديد وتستفادون من عنده. فشكرا لكم واشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. احبكم هواي. باي باي.